السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي بدأناه من كورس البروكريت من خلال الدروس اللي فاتت. ريفيجن كده سريعا اللي تم الفترة اللي فاتت أو عن الدروس اللي أخدناها الفترة اللي فاتت. لو أنت أول مرة، ففي الدروس اللي فاتت إحنا اتكلمنا على البروكريت كأداة وكتول قوية للديجيتال ارتستس والناس اللي بيكتبوا خط عربي، الناس اللي بيشتغلوا في مجال الديجيتال بشكل عام. بعد كده بعد ما خلصنا اتكلمنا عن البرنامج بشكل عام، اتكلمنا عن السوفت وير ده بشكل عام، اتعرفنا على أهم مميزاته وأهم نقاط القوة بتاعته اللي بتميزه عن أي سوفت وير تاني في التخصص ده وفي المساحة دي. الدرس التاني اتعرفنا ازاي نعمل جيت ستارتد جوه البرنامج بشكل بروفيشنال، بشكل يضمن لنا ان احنا نشتغل بصورة صحيحة ونطلع كواليتي كويس. الدرس التالت اتعلمنا حاجات اللي ليها علاقة بنبدأ بروجكت جديد بصورة صحيحة، واتكلمنا عن الجاستشرز دي اللي هي استخدام ايدك بحيث ان هو يسرع الشغل ده، وهو السكرين شوتس بتاعتك. اتعلمنا مجموعة من الجاستشرز اللي بتقدر تساعدنا ان احنا نسرع من رتم الشغل بتاعنا. النهارده ان شاء الله احنا دلوقتي جيت ستارتد، فتحنا الفايل خلاص كده، احنا يعتبر بدينا البداية الفعلية في برنامج بروكريت. لما نفتح البرنامج بنلاقي على ايدينا الشمال او على ايدينا اليمين على حسب اللغة اللي بتعمل بيها البرنامج. بشوف على ايدي اليمين بالنسبة لي انا بشوف مجموعة من الادوات، وهي الادوات اللي بتبدأ تخليني ان انا ابدا اتابع الشغل بتاعي. فدي الادوات الاساسيه انا بستخدمها يوميا في اي رسمه، في اي تصميم. الفرشه، اكيد مش هعرف ارسم من غير الفرشه. الممحاه اللي انا بمسح بيها، او اداه الدمج ان انا مثلا عايز اعمل بلند ما بين نقطتين، فالبلند تول مهمة جدا ان هي بتساعدني. اكيد طبعا بجانب ده كله ان انا بشتغل على layers، فده طبيعي جدا. فاحنا عندنا الفرشة، الممحاه، الدمج، الطبقات، واكيد ان انا يكون في الوان. فدي الادوات اللي بتفضل في ايدك طول الوقت طول ما انت بتشتغل، وعلشان كده احنا هنا النهارده علشان نقدر نفهمها كويس. بنبدا هنا باول اداه وهي اداه البرش. اداه البرش طبعا يعني حاجه مفهومه ومعروفه. اول اداه معانا هي اداه الفرش، البرش تول، ودي الاداه الاساسيه للرسم او التلوين. وعندك هنا، والمميز هنا جدا في بروكريت، ان انت عندك مكتبه ضخمه جدا من البروجيس اللي انت تقدر تستخدمها واللي انت تقدر توظفها في شغلك. حصل المكتبه دي ازاي وتقدر تدخل عليها ازاي؟ اول ما تضغط على علامه البروش هتبدا تدخلك جوه المكتبه البروشز اللي موفراها هتلاقي عندك السكتشنج، الانكينج، الدروينج، البينتينج. هتلاقي عندك مكتبه ضخمه جدا من البروجيس اللي انت تقدر تعتمد عليها. من النصائح اللي بنصح بيها الناس دايما ان هو الانسان لما يبدا يدخل في حاجه دايما بيسال عن التول، لانك محتاج الاول ان تسال عن السوفت وير نفسه. نصيحتي ليك ونصيحتي ليكي ونصيحتي لاي حد بيبدا يتعلم اي برنامج، ما تسالش وما تشغلش بالك هي البراش دي ايه والتكتشر ده ايه. انا عايزك ان انت تبدا تتعلم البرنامج بشكل كبير وبشكل اساسي، وصدقني صدقني صدقني انت مش محتاج اي ادوات اضافيه خارجيه، لا براش اضافيه ولا تكتشر اضافي ولا محتاج توتوريال اضافي. غالبا كل التوتوريالز بتشرح نفس الكونسبت ونفس المعلومات. فانت محتاج ان انت تركز نفسك في مساحة واحدة، كورس واحد اذاكره. مجموعة من البروشيس معايا ضخمة جدا، فياريت ما بقاش اعطل نفسي واقدر وابدا افكر هو فلان ده بيرسم ببروش ايه، طب انا اروح اساله، طب انا اعمل. الكلام ده مش صحيح ومش صحي في خطوات التعليم وفي التعليم الصحي. فانت معاك باقة كبيرة جدا من البروشيس، من السكتشنج، الانكينج، وبروشيس قوية جدا وصناعتها عالية جدا والكواليتي بتاعتها ممتازة جدا. نصيحتي ليك ما تروحش لحد تشتري بروشيس. تمام، البروشيس دي انت ممكن تدفع مبلغ في البروشيس دي، على الرغم ان انت معاك مكتبة ضخمة من البروشيس اللي انت ما اديتهاش الفرصة اللي تقدر تجربها وتشوف هي ممكن تساعدك ازاي. فدي نصيحة أنا دايما بنصح بيها الناس، ما تشغلش بالها بالتولز والبرش. أنت معاك مكتبة ضخمة جدا، حاول تدي نفسك فرصة أثناء التعليم تبدأ إن أنت تتعرف عليها، ومع الوقت إن شاء الله هتبدأ تعمل البروش الخاصة بيك اللي بتميزك واللي بتميز شغلك واللي هتخلي الناس بعد كده تسأل البروش دي منين. فده كان حاجة بسيطة جدا كنت حابب أتكلم فيها لأن هي حاجة مهمة جدا ويا ريت الناس تستفيد بيها. دي البراشز. فأنا وليكن مثلا اخترت برش، أنا مثلا وليكن مثلا هروح مثلا للسكتشنج واختار مثلا أي برش أنا شايفها إن هي مناسبة. وليكن مثلا يعني
اي حاجه مثلا براش دي، ويعني في براشز كتيره جدا قويه. فانا بقول لك يعني البراشز ممتازه ممتازه ممتازه. وصدقني صدقني الناس اللي انت هتفكر انت تروح تشتري منهم براشز هم مستخدمين نفس البراش دي، بس هم معدلين على بالي. خلينا ندخل للنقطه التانية، ان انا دلوقتي دي البراش اللي معايا. البراش دي انا دلوقتي عايز هعدل عليها. ده ياخدنا للجزء الثاني الا وهو التعديل على البراش. فكره التعديل عن البراش عندنا تعديل اساسي وتعديل غير اساسي. التعديل الاساسي هو الاوباسيتي، حجم البراش. وليكن مثلا انا بشتغل على البراش مثلا بالحجم ده، انا مثلا حابب ان انا اغير عن الحجم ده، مش عايز الحجم ده، ممكن يكون الحجم ده صغير كبير. ففي البوكس اللي هنا ده هتلاقي فكره السايز، ان انا ممكن اصغر واكبر عادي. هنا عندي فكره الامكانيه بتاعه التكبير والتصغير. فانا دلوقتي كبرت البراش بحيث ان هي مثلا عايز مثلا ان انا في جزئيه اصغرها، فدلوقتي صغرت خالص. تمام، ده بيعتمد على اللي انت عايزه. افترض ان انا بشتغل على البروجكت ده محتاج مني ان انا اشتغل مثلا براش بتو سايزز. بس المشكله ان انا مش كل شويه هقعد اكبر واصغر. اظن ان دي حاجه ممكن تضيع وقت. لما تيجي هنا تزود او تصغر بتلاقي البوكس اللي على الجنب ده علامه الزائد. علامه الزائد بمعناها وليكن مثلا انا اخترت مثلا 29، عايز مثلا احفظ ال 29. يعني مثلا لما اجي افتح البراش دي بعد كده، انا مثلا بحب البراش دي تبقى على السايز بتاع 29. فدلوقتي انا عايز احفظها على سايز 29. بعمل ايه؟ بقف كده ضغطه مطوله وبعمل على علامه الزائد. بمنتهى البساطه كده اتحفظ معايا ان انا عندي البراش دي على 29. انا مثلا عايز احفظها بشكل تاني، مثلا وليكن مثلا هنا ده الحجم ده كويس، بضغط ضغطه بيفتح لي المربع ده وبدوس على علامه البلس او على علامه الزائد. كده اتحفظ معايا البراش دي تو سايزز مختلفين، اقدر ان انا اعتمد عليهم. بمجرد ان انا اعمل كده هي اصلا بتدراج ناحيتها كانها مغناطيس. بناء عليه انا قدرت ان انا اوفر وقتي، تمام، واقدر احفظ البراش دي بمقاسات مختلفه علشان ما اجيش كل شويه اقعد اعدل. فدي افضل حاجه ممكن ان احنا بنفترض ان انا عايز اشيل. طيب انا دلوقتي مش حاببها يعني للاسف، يعني ما بقيش نحب بعض في المساحه دي او في النقطه دي. فهدوس على الماينس او الناقص، كده هيشيل لي البرش. ان هو انت مش حافظ البرش في الحته دي او مش حابب في الحته دي، الحاله ان احنا نقدر نثبت فيها البرش فين او ازاي. تاني بوكس تحتيه هو بوكس الاوباستي. انت دلوقتي بتشتغل الاوباستي اللي طبعا اللي هي الشفافيه. انت دلوقتي بتشتغل مثلا باوباستي 100%، دي الاوباستي الطبيعيه ان هي اوباستي 100%. دلوقتي انت دلوقتي حابب تعمل حاجه مش بالاوباستي الطبيعيه، يعني اوباستي اقل شويه. فهنا بيوفر لك الاوباستي ان انت تقدر ان انت تقلل 40%، اوباستي مثلا 40%. شايفين الاختلاف؟ هنا اوباستي 100% وهنا الاوباستي 40%. فدي حاجه بترجع ليك وللكونسبت اللي انت بتشتغل عليه وانت عايز تطبق ايه من خلال اللي انت عايز. طبعا انا لو عايز ارجع بالاوباستي عادي هرجعها 100%. نفس الفكره برضو لو عايز اثبت مثلا الاوباستي على 80% بضغط على علامه الزائد عشان تثبت مكانها، او ان انا اثبتها في اي حته. نفس اللي كنا بنعمله في السايز نقدر نعمله في الاوباستي. انا دلوقتي حابب ان انا اغير في اعدادات البروش. يعني ايه اغير في اعدادات البروش؟ يعني دلوقتي البروش دي انا شايف دلوقتي ان هي مش بتديني كل البوتنشال اللي انا عايزها او كل القدره اللي انا عايزها. ان انا اعدل ازاي في الاعدادات الداخليه للفرشه بمنتهى البساطه. انت بتضغط على الفرشه، وليكن مثلا الفرشه دي، وبضغط عليها. هنا بتدخلني للاعدادات بتاعته. طبعا تعديل الاعدادات دي كلها هنتكلم فيها فيما بعد لان هي حاجه ادفانس، وشايف ان هي حاجه ممكن ما تفيدكش في الوقت الحالي وملهاش داعي خالص. انت محتاج ان انت تدي لنفسك الوقت وتدي لايدك الوقت وتدي لذاكرتك العضليه الوقت ان انت تبدا تتعلم. ففكره التعديل عن البريشز دلوقتي فكره مش يعني مش عمليه ومش هتفيدك بحاجه. تمام، وهنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد في ان ان انت ازاي تعمل برش وان شاء الله تقدر تعدل على البرشز. اوكي، طيب كده اتعرفنا على البرش الحمد لله. نبدا ندخل على الجزء الثاني الا وهو اداه الدمج او السمادج تول. اداه الدمج من الادوات القويه جدا واللي احنا بنستخدمها علشان يا اما ندمج الوان او ان احنا نعمل تظليل شيدنج او نعمل ان احنا تظليل ناعم. وليكن مثلا خلينا نفهم الاداه بتعمل ايه. وليكن مثلا انا لو جبت مثلا لونين، وليكن مثلا اللون ده، خلينا بس نخلي الوباستي 100%، وليكن مثلا اللون ده، وجبت لون تاني وليكن اللون ده، وانا دلوقتي عايز اعمل بلند ما بينهم او عايز اعمل دمج. اداه الدمج هنا هي الاداه المميزه جدا اللي تساعدك في ده. فبناء عليه انت ممكن تعمل كده فهيحصل دمج ما بين ايه، ما بين اللونين. طبعا دي حاجة يعني مفيدة جدا وبتفيدك جدا انت تعمل حاجات قوية جدا، وده بيبقى نابع من خلال المفهوم اللي انت عايز تعمله.
وطبعا نفس الفكرة ونفس الاعدادات، ان انا مثلا لو عايز احفظ سايز معين او ان انا عايز اعمل بست معين اقدر ان انا اتحكم فيه من هنا. فدي اداة السمادج تول او اداة الدمج، من خلالها احنا بنقدر ندمج ما بين تو layers او ان احنا ندمج ما بين مثلا خامتين مختلفتين. فدي حاجة يعني من الادوات فعلا القوية جدا جدا جدا، واللي هتفيد الناس جدا جدا، خصوصا الناس الرسامين منهم. التاب مهمة جدا، او هي تب يعني بروفيشنال او مش بروفيشنال، يعني هي تب عاديه بس مش كل الناس تعرفها. تمام. سمادج تول دي هي اصلا اداه بتعمل ايه؟ بتدمج ما بين اللايرز، فبناء عليه هي اصلا فرشه. فبناء عليه لو انا مثلا برسم مثلا بالفرشه دي، وليكن مثلا كعلي عزيز برسم بالفرشه دي، اوكي، الفرشه دي بالاوباس دي بكل حاجه، وعايز مثلا اعمل دمج ما بين يعني الحاجتين دول، اقدر ان انا اعمل دمج من نفس البرش. دلوقتي قادر ان انا مثلا اعمل دمج وليكن مثلا هو بنفس البرش، بحيث ان انا مثلا بشتغل على بروجكت ده انا بستخدم تو براشز او برش معينه، اقدر ان انا اعمل دمج من خلال البرش دي، لان في النهايه اداه الدمج هي برش. اللي بعد كده صاحبتهم هم برضو كلهم من عيله البراشز، الا وهي اداه الاريزر او اداه الممحاه او المساحه على حسب ما انت بتفهمها ازاي. المميز هنا برضو ان انت تقدر تستخدم برضو نفس الفرشه كممحاه. معنى انا مثلا دلوقتي بستخدم البراش دي، براش الدراي دي، نفس الفكره بستخدمها هنا برضو في الدمج، برضو بستخدمها هنا كإيريز. الموضوع جميل جدا، وانت تقدر ان انت تشوف الموضوع مرتبط ببعضه، فبناء عليه يكون في سيكونس كويس جدا في شغلك بدون ما يحصل اي رتابه. ده هيفيدني بايه؟ انا دلوقتي بشتغل بتكتشر او بملمس معين خاص بالبراش وخاص بالسمادج. طيب دلوقتي انا عايز امسح، هل اروح اجيب براش ملهاش علاقه اصلا بالبروجكت بتاعي وامسح بيها؟ طبعا ممكن يحصل، بس انت مثلا ممكن تكون شخص مثلا محتاج ان انت تستخدم كله بنفس البراش. انت تقدر ان انت تستخدم برش للرسم، تستخدم بلين نفس البراش، وتستخدم برضو اريزر بنفس البراش. فدي حاجه مهمه جدا ومفيده جدا، وهقولها تاني، انت لو شغال بفرشه، هي كانت نقطه الفرشه دي فرشه جافه، فرشه حبر، تقدر تمسح بيها في نفس الوقت، وتقدر برضو ان انت تبلند بيها في نفس الوقت، بحيث ان انت كل التأثير يكون في مساحة واحدة، وانت تكون يعني ساتيسفايد باللي انت ده بالنسبة لداتا الموحى. ندخل بقى على الكينج شوية، او ندخل بقى على الحاجة اللي بعديها، وهي اللايرز.